في أحاديث نبوية شريفة بتبين كيف يتعامل الآباء مع أولادهم التعامل الصحيح. هذه الأحاديث النبوية الشريفة هي الأساس وهي الأسس لتعامل الآباء مع الأبناء لما نمشي عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أخي في الله وحبيبي في الله، حبيبي المتابع، معك أخوك في الله محمد ياسر طه، وحديثنا في اللقاء ده وفي الحلقة دي بإذن الله عن كيفية تعامل الآباء مع أغلاط أولادهم أو مع أخطاء أولادهم. وبصراحة الحديث شيق وذو جبول، يعني مش سهل إن الواحد يفسر فيه على المستوى النفسي أو المستوى العلائقي اللي داخل كل واحد فينا، لكن سهل جدا إن الواحد فيه يفسر الموضوع ده على المستوى الديني ويحكي فيه قصص للنبي صلى الله عليه وسلم وتعامل الصحابة والتابعين مع أخطاء أولادهم، وقد إيه كان في قدر من التسامح والسماحة والرفق ولين الجانب في التعامل بينهم وبين هؤلاء الأولاد. لكن فلنرى ماذا يقول علم النفس الحديث. يقول علماء النفس التربويين إن أفضل وسيلة لتعليم الأولاد كيف يصححون من أخطائهم وكيف يتجنبون فعل الخطأ في المستقبل هو عن طريق إرشادهم إلى الفعل الصحيح التالي، أو إرشادهم إلى بيئة الفعل الصحيح التالي. ولا يكون كل هذا، ما يكونش كل ده إلا في إيه؟ إلا في بيئة آمنة بتحافظ على الهدوء والسلامة والود والمحبة بينهم، بتتجنب وجود العنف، بتتجنب وجود الضغط، بتتجنب وجود الضرب، بتتجنب وجود الحرمان، بتتجنب الوسائل القديمة للعقوبات. الوسائل القديمة للعقوبات أثبت العلم الحديث وأثبتت كل الدراسات حاليا أنها لا تنفع للتربية في شيء، ولا تجزي أن تكون وسيلة من وسائل التربية فيها ضرب أو فيها عنف أو فيها قدر من الحرمان أو الكلام ده كله، لأن ده هيأثر على الطفل على المستوى النفسي. فولد كان أو أنثى لما يكبر هيلاقي نفسه خايف من فلان أو خايف من مديره في الشغل أو مضطرب في العمل أو قلقان من كذا أو كذا. ده راجع لبيته الأصلي، لأنه كان بيعامل في بيته الأصلي نفس المعاملة من العنف، نفس المعاملة من الضرب، نفس المعاملة اللي فيها قدر من الحرمان المادي أو المعنوي أو العاطفي. ولكن إذا قام الفتى أو قامت الفتاة في بيت أو في أسرة فيها قدر من الرفاهية، قدر من العطاء، قدر من المنح، قدر من المسؤولية والجدية، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا حياتكم بجد. قدر من كل هذا تجد سبحان الله العلي العظيم يقوم هذا الرجل أو الفتاة لما يكبروا وهو سليما نفسيا، عنده سلامة صدر وسلامة نفس، يصبح إنسانا سويا كما يقول القرآن الكريم. وحديث النعمان بن بشير يأكد على طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أخطاء وغلطات الغلمان الصغيرين. النعمان بن بشير كان صحابيا جليلا من الأنصار، وكان في العاشرة من عمره، يعني عنده 10 سنين، وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مزرعة أحد الصحابة، وكان الصحابي ده بيجمع العنب. فأتى النعمان بن بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان مر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوقفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا نعمان، أقبل وخذ عنقود العنب هذا واذهب به إلى أمك. يعني خذ عنقود العنب ده وروح بيه لأمك. شيء بسيط جدا، ولكن الولد في الطريق أثناء ذهابه إلى البيت أخذ يأكل حبة حبة من عنقود العنب حتى انتهى العنقود كله وأكله في الطريق. وحينما وصل إلى أمه كان عنقود العنب قد انتهى. ولكنه في اليوم التالي حينما قابل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كان الوضع إيه؟ كان خجلا، مكسوفا، مستحيا من نفسه أنه قد أخطأ، ولم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ العنب إلى أمه بل أكله في الطريق. فكل ده كان مخليه مهموم ومكسور وزعلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراه من لغة جسده وهو قاعد في المسجد، فقال له: يا نعمان، أقبل، ماذا فعلت في عنقود العنب؟ أنت عملت في عنقود العنب امبارح إيه؟ ماذا صرت فيه؟ قال له: الصدق يا رسول الله. قال: نعم. قال: أكلته يا رسول الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجد له مخرجا. شوف، ما أنت لما ابنك يدور على يعمل غلط لازم أنت تلاقي له مخرج
تصحح من خلاله الغلط بتاعه ده، وبعد ما تصحح من خلاله الخطأ بتاعه ده، تحاول توعيه، تحاول تفهمه، وهاضرب أمثلة عملية على الأخطاء الحديثة اللي بتحصل في السنين ديّة أو بتحصل في الأيام ديّة، وهنقول طبعًا بإذن الله سببها إيه، وفي حلقات أخرى لإن ديّة سلسلة كاملة في التعامل مع بناء الولد المسلم أو الطفل المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى له مخرج على طول وقام قايل له: "لعلك كنت جائعًا." فطبعًا ما صدّق النعمان وفرح بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: "نعم، نعم يا رسول الله كنت جائعًا." لقى له مخرج إن هو كَلْ وما سمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب بالعنب لإنه كان جائع وإيه، وعاش شدة من الجوع. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وجد له المخرج نصحه نصيحة تثبت في عقله أن يفعلها، فقال له: "لكن يا نعمان لا تعُد." يعني لا تعُد لفعل هذا الشيء ثانيةً، إن حد يقول لك على حاجة وما تعملهاش أو تخلف فيها أو حاجة زي كده، لا تعُد إلى هذا الخطأ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إن هم بشر، ويعرف إن هم هيقعوا في الأخطاء، ويعرف إن الغلمان الصغيرين اللي حواليه من أبناء الصحابة أو من أحفاده أو وقعوا في الأخطاء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصًا على أن يجد لهم دائمًا مخرجًا من الخطأ، وبعد أن يجد لهم المخرج المناسب الصحيح من الخطأ، يصحح لهم أخطاءهم بالكلمة الطيبة الثابتة الصحيحة. هتقول لي طب ده النبي صلى الله عليه وسلم، أين نحن وسيلتنا أو طريقتنا أو حيلتنا في التعامل مع هؤلاء الأولاد الأشقياء؟ ولو ضربنا أمثلة هتلاقي ابن بيسرق فلوس من ورا أبوه، أو ابن بيزعق لأمه وأبوه مش موجود، أو بنت مثلًا بتعمل كده، أو بنت عندها اعتمادية عاطفية إنها بتعتمد على إخواتها بزيادة عن اللزوم أو على أمها أو على حد غريب أو الكلام ده كله. إزاي نبدأ نحل كل هذه الأسئلة العالقة وكل هذه المشاكل؟ حلها مش هيكون سهل. حتى لو سمعت للطفل أو سمعت للطفلة وهو قُلت له السؤال الشهير والمشهور أنت ليه عملت كده؟ ممكن يتلاعب بيك. وسهل جدًا في وجود السوشيال ميديا دلوقتي وفي وجود النت وفي وجود المنصات والوسائل الحديثة إنه يتلاعب بيك بالكلام، ويقول لك أصل ما كنتش أقصد، أصل مش عارف إيه، هيخترع لك حجة. فمش هي ديّة السبيل ومش هي ديّة الطريق. أمّال الطريق الصحيح حتى نعالج مشكلة تفاقمت عند الأسرة، لو كانت من الناحية المادية لازمًا نعطي له الثقة ونعطي له الأمان ونضع الفلوس في حتّة ظاهرة قدّامه، بس مش هنعمل كده غير بعد حاجة واحدة بس، إيه هي؟ أمّا نعمل ما بيننا وما بينه ما يُعرف بالمصاحبة. إن شاء الله في فيديو قادم هاتكلم عن كيف يصاحب الآباء الأبناء. لإن لو الآباء صاحبوا الأبناء والأبناء صاحبوا الآباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للشاب خلال الحلقة الجاية، لو حصلت هذه المصاحبة بين الآباء والأبناء كانت هي الحل الإيجابي الأنفذ والأبصر والأكمل في طريق حل كل مشاكلهم وحل كل سلوكياتهم الخاطئة. حينما يصاحب الآباء الأبناء تكون هي الحل النافذ بإذن الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.